من كام يوم كده شفت الصوره دي على فيسبوك، وبما معناه يعني بيقولوا جاريث بيل يقوم مين عشان يقعد مكانه، او بمعنى اخر جاريث بيل افضل من مين في اللعيبه اللي قعدت. قعدت افكر فيها شويه وحسيت ان جاريث بيل ما يقومش اي حد. يعني مبدئيا كده نيمار وصلاح ما يتقارنوش بيه، فكده كده دول قاعدين. بص بقى على دي ماريا، انا شايف الراجل ده بصراحه يعني بالذات في اخر الكارير بتاعه خلصوا بان هو جاب لمنتخب بلده كوبا امريكا وجاب كاس عالم، وكان ليه دور مؤثر جدا كمان. وتقريبا كل الانديه اللي لعب فيها تالق بشكل كبير جدا، ما عدا يمكن الحقبه بتاعت مانشستر يونايتد. وفي ناس كتير قوي بتنسى ان هو بدا مع مانشستر يونايتد بشكل قوي جدا، ولكن خلافات اللعيب ده مع فان خال هي اللي سببت ان هو يعمل نص تاني مش احسن حاجه ويتباع في اخر الموسم. فاقول كده دي ماريا يقعد هو كمان. هازارد انا ممكن اكون ميال شويه لهازارد بحكم ان انا بشجع تشيلسي، بس انا برضو شايف بصراحه ان هازارد شال تشيلسي فتره من الفترات، جاب لنا 2 دوري من غيره ما كانوش هيجوا، وياما احنا كفريق خذلناه في الشامبيونز ليج. فبرضو انا شايف بصراحه ان هازارد يقعد. اخيرا روبن، انا عارف ان روبن ما نجحش قوي مع ريال مدريد، ولكن عمل حقبه كويسه جدا مع تشيلسي وحقبه تاريخيه مع بايرن ميونخ. عمل ثنائيه هو وريبيري تخلد للابد مع منتخب هولندا، وصلهم نهائي كاس عالم، ولولا بس شويه حظ ولمسه من لمسات كاسيس كان زمانه جايب لهولندا اول كاس عالم في تاريخها. فبرضه شايف الصراحه روبن يقعد. بس قلت اعمل الفيديو ده عشان اسالكم رايكم، انتوا شايفين لو جاريث بيل احسن من واحد فيهم احسن من مين؟ عرفوني رايكم تحت في الكومنتات.